جايب لكم النهارده ان شاء الله حاجه ما بيعملهاش غير المصريين. الحاجه دي ما بيعملهاش، هي دي اللي مصر فالحه فيها، قرص الطعميه. هي دي اللي احنا بنعملها. مصر ما بقيناش نعرف نعمل غير الطعميه. مصر ما اخترعتش في السنوات ال7000 اللي فاتوا غير قرص الطعميه. الله، ما هو ده اللي قاله الصحفي القطري. الصحفي القطري يا عيني عسل، اللي هو بيرد على الحملات الإعلامية المتجاوزة على قطر. هو يا عيني قال قرص الطعمية من هنا وانفتحت عليه طاسة جهنم من هنا. والله العظيم طلع عليه كل الزيت المغلي اللي بيغلي في الطعمية كده. هو قال لك يعني المصريين يقعدوا يتريقوا على قطر، وانا ما غيرش على بلدي؟ ما غيرش على بلدي انا؟ ما غيرش على بلدي؟ لا طبعا، قطع لسانه اللي يقول كده يا عم الحاج. من حقك طبعا تغير على بلدك، زي ما من اي حد يعني في الدنيا حقه يغير على بلده. احنا ما بنزعلش يعني، من الاخر كده احنا كمصريين اي حد بيهزر معانا ما بنزعلش، بس انتوا استحملونا بقى والله، عشان احنا ما بنشيلش حاجه في نفسيتنا. احنا اللي جوانا بيطلع على طول، اللي جوانا بيطلع على طول. احنا مش عايزينكم انتوا اللي تزعلوا ولا تشيلوا في نفسيتكم خالص. الراجل الصحفي ده يعني ما كتبش مقاله للامانه يعني عشان يقول فيها الكلام ده. ده هو يا دوبك عمل تويترايه كده، تويته، تغريده، سوسه. هو بس قال مصر ما عملتش غير قرص الطعميه. ويا لهوي على العيال بتوع الفيسبوك دول، يا لهوي يتفت لكم بلاد، والله يتفت لكم بلاد. بعد 10 دقايق من التغريده اللي قالها طلع حوالي 10425 438 1939 نكته في 10 دقايق. يا ساتر يا رب، يا ساتر على المصريين دول. مسك هو بس قال قرص الطعميه، ومصر ما تنفعش غير تعمل قرص الطعميه، وكله بقى قال والله وقطر. وقعدوا بقى فتحوا اللي يقول لك ده لو القطريين لعبوا استغمايه هيستخبوا في السعوديه. واللي يقول لك واحد قطري مشي بسرعه شويه نسي يضرب فرامل لحقوه في البحرين. ايه ده بالراحه شويه على الناس. لو يقول لك لو مدرب كره قدم بيعاقب لعيب في قطر يخليه يلف قطر 3 مرات. ايه ده يا ساتر عليكم يتفت لكم. ولا اللي قال لك النور لو قطع في قطر ممكن يشغلوها بحجرين طرش. وبمناسبة إقامة كأس العالم في قطر، السعودية قالت لو الكرة جت عندي والمصحف لقطعها. يا ساتر عليكم. واللي يقول لك يا راجل ده قرص الطعمية عند التبع ولا الشبراوي أكبر من قطر. راح الراجل والله راح الراجل الصحفي قفل الحساب بتاعه كله على التويتر، قفل الحساب والله. قال لك لا بقى، قفل الحساب وفتح محل طعميه. احنا ما بنزعلش، احنا مش عايزينكم انتوا اللي تزعلوا.